عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. الشباب يا جماعة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوزي مسافر وبعت لي مبلغ وبعت لوالده ضعف المبلغ ده، مش معاه اخواتي تتجهز. انا حامل ومعايا طفل بيروح حضانة. اعمل جمعية لوقت الولادة ولا اسيب الموضوع في ايده يتصرف هو، ولا مفروض حماية يشيل المسؤولية دي؟ واكلمه ازاي في نقطة انه ما يصحش حد مغترب يدفع لوالده اكتر من اهل بيته؟ اكلمه افهمه ولا هو حر؟ بص، ده مبدئيا يعني انت غلطانه جدا في اخر جزء قلتيه، اللي هو بخصوص ان ما ينفعش وما يصحش ان حد يبعت لوالده او ابوه اكتر ما يبعت لاهل بيته. يعني انت ازاي بنيتي قناعتك دي، او ازاي انت فاهم الموضوع ده كده؟ يا ستي ده سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك، يعني كلك لابيك. فانت ازاي مش شايف الموضوع دوت؟ هو عامه هو يبعت لابوه اللي يبعته له، دي حاجه ما تخصكيش. طول ما انت قلت بعت لك جزء من المبلغ فخلاص انت مالكيش دعوه، طول ما بعت لك اللي يكفيكي فين مالكيش دعوه يبعت لابوه اللي يبعته له. وانت عايز اقول اوصلك بس معلومه، عشان في الموضوع ده بيجي لي بيتكرر عندي في مشاكل ياما. يا جماعه انتوا ازاي مش شايفين ان الاهل الاب والام ليهم حقوق على الابن؟ انت مراته ليكي حقوق على عيننا على راسنا، مالناش حاجه. بس صدقيني والله في الشرع وفي الصحه وفي العرف والاصول في اي وجه كان، هو اهله اللي هو ابوه وامه ليهم حقوق اكتر من الحقوق اللي عليك انت مراته علينا على راسنا، بس ده ابوه وامه. فكر الاولويات ابوه وامه قبلك وقبل حتى ابنه، تمام؟ فانا مش عايزك تركزي معاهم، ركزي مع نفسك انت، ركزي مع بيتك انت، ركزي مع طفلك انت. مفيش دعوه هو جاب لهم ايه ولا جاب لهم بكام. اما بالنسبه للجزء الاولاني بتاع موضوع الولاده، فالموضوع بسيط يعني، ما فيهوش اي مشاكل. طبعا انت ملزوم من جوزك، ما والده ملوش دعوه ولا ابي ولا اي حد تاني دعوه بالموضوع دوت. هو جوزك ملزوم ان يصرف عليك في حاجه زي كده، وجوزك ملزم ان هو يولدك بالموضوع دوت. انا شايف الموضوع ده بسيط، اقعدي مع جوزك وكلمي معاه وقولوا لي انت يعني من باب انت تعرفي هيعمل ايه، بس مش اكتر. يعني هو اكيد طبعا يعني في دي حاجه بديهيه، واكيد طبعا انت يتكرر معاك الموضوع ده، انت قلت لي ده تالت طفل، اكيد انت عارف الموضوع دوت. يعني انا مش شايف ان في اي مشكله. انت ملزوم من جوزك ان شاء الله باذن الله يبعت لك يعني فلوس ولاد. اما بالنسبه لموضوع الجمعيه دي، والله انت الجمعيه دي بتفضل حاجه واخداها على سنه موصوف شخصي، فعايز تعملي جمعيه تاخديها لنفسك، دي حاجه ما لهاش دعوه بالقصه دي. لكن انت هو بيبعت لك فلوس وجوزك بيقول لك يا بنت الناس جوزها شيلي واعملي جمعيه عشان خاطر تولدي بيه، دي حاجه. لا غير كده بقى هو سايب لك الموضوع، مثلا بيبعت لك المثال يعني 2000 جنيه اصرف بيهم، تمام؟ اللي بتفضل بتاخديه وتحوشي نفسك عايز تعملي جمعيه، فده حاجه ليك انت، هو ملوش دعوه بيك، هو ملزم موضوع الولاده دي بس. وموضوع بسيط وباذن الله خير. وزي ما قلت لك ركزي مع نفسك، مالكيش دعوه يجيب لابوه ايه ولا يجيب لابوه كام، هو له اهله، تمام؟ وخليكي في حالك انت وباذن الله خير، ربنا يسعدك. في النهاية نتمنى تكونوا فقنا في حل المشكلة، وإن الحلقة تكون نالت إعجابكم. ولو في أي حد بتواجه مشكلة فما تقدرش تتواصل معانا، وهلاقي كل المعلومات تتصل بينا متاحة تحت في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك، لأن اللايك دوت أهم وأفضل حاجة ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه أو يطور منه. وكذلك الشير، وكذلك الاشتراك في القناة عشان نقدر نوصل ناس أكتر ونساعد ناس أكتر. وفي النهاية ما تنساش إخواننا في غزة وفلسطين بالدعاء، ومحاولة نشر الرواية والسردية الفلسطينية في كل مكان. وكذلك يا جماعة مقاطعة سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعة لاستغناء، وبإذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في رعاية الله وأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.